واخدين المركز ال 18 عالميا في الفرجة على الافلام الاباحية، والمركز الاول بجدارة على الوطن العربي وبعدين العراق والسعودية. بس الغريب بقى ان البنات هم اللي واخدين النسبة الاكبر من الولاد في الفرجة على الافلام الاباحية. 60% من البنات بيتفرجوا على افلام اباحية، يعني في 155 مليون بني ادم بيتفرجوا كل يوم. وعلى فكرة احنا ما كناش كده من 5 سنين. اللي وصل الموضوع للمرحلة دي هي كمية الايحاءات الجنسية اللي بقت موجودة على السوشيال ميديا بشكل مبالغ فيه. كيف أتخلص من المواقع ومشاهدة المواقع الإباحية؟ موضوع مهم جدا يا جماعة، ركزوا في الكلام اللي أنا هقوله، وإن شاء الله أنا عملت الحاجات اللي أنا هقولها بإذن الله هتتخلص تماما من مشاهدة الأفلام الإباحية. أول حاجة لازم تعرف إن مشاهدة الأفلام الإباحية ديت بتدمرك. يعني إيه بتدمرك؟ حاجة ربنا حرمها، كل ما بتنظر نظرة بتدخل النظرة دي في قلبك، بتدمر قلبك، بتدمر عينك، بتدمر صحتك، بتدمر تفكيرك، بتدمر دماغك، بتدمر كل حاجة حلوة في جسمك. ربنا ما بيحرمش حاجة إلا لما يكون فيها ضرر للإنسان، فأوعى تشاهد الأفلام دي. ليه؟ عشان بتدمرك، وربنا بيغضب لما بيلاقيك بتشوف حرمات ربنا عز وجل حرمها. لما تنظر للمرأة والرجل هم عراة ويمارسون الفاحشة، فدي حاجة بتغضب ربنا، حاجة لما ربنا بيشوفك وانت بتعملها ممكن ينزل سخطه ومقته عليك. يبقى اول حاجه لازم تعرف ان الشيء ده محرم، الشيء ده هيتعبك، الشيء ده حتى هيتعبك بعد جوازك. يعني حتى لو اتجوزت هتتعب برضه، ما تفتكرش ان انت خلاص اتجوزت هتبقى لسه بقى خلاص انا مش هعمل الحاجه دي، انا مش هبص على الحاجه دي. لا، هتتعب برضه بعد جوازك لان انت خلاص اتعودت على الحاجه دي. طب ازاي يا شيخ ابطل الحاجه ديت؟ اول حاجه يا جماعه استعن بالله عز وجل. مش هتقدر تبطل اي حاجه في حياتك الا لما تستعن بالله عز وجل. قول يا رب انا تعبت من المواقع دي، يا رب انا تعبت من ذنوب الخلوات، يا رب انا نفسي فعلا ابطل الحاجه دي. يبقى اول حاجه نستعن بالله. تاني حاجه واهم حاجه تبدا اللي انت تحافظ على صلاتك. ما هو صلاتك هي اللي هتنهاك عن الفحشاء والمنكر. يا جماعة الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى اللي هيخليك تبطل الحاجة دي إن أنت تبدأ تداوم على ال5 صلوات وتحافظ على ال5 صلوات، هيغيروا لك حياتك تغيير تام. أما طول ما أنت بعيد عن الصلاة، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تبعد عن الصلاة تبدأ تتبع الشهوات. ثالث حاجة غض البصر. ويا جماعة الله عز وجل قال في القرآن الكريم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما بيقولكش إذني على طول، لا، يقولك انظر نظرة، بعد كده اتكلم في التليفون، بعد كده لقاء، بعد كده للأسف الشديد الزنا. الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، ما تقربلوش إنك إن تفتحه تلجه. رابع حاجة ما تقعدش لوحدك كتير، هتقعد على موبايلك لوحدك. للأسف الشديد انتوا عارفين الموبايلات تقعد تقلب في الريلز او تقلب في اي موقع، للاسف الشديد يظهر لك صوره مش كويسه، هتبقى دماغك وشيطانك يقول لك طب شوف ايه الصوره دي، تدخل خلاص هتنجر خطوه بخطوه تلاقيك دخلت على الموقف. يبقى اقعد لوحدي خلاص اللي انا هنام، هقعد لوحدي خلاص انا تعبان وهنام، لكن اقعد لوحدي والاوضه مقفوله عليا واقعد على الموبايل؟ ما تعملش كده طول ما انت ضعيف. 5 لازم تصاحب صحبة صالحة، صحبة تعينك على الخير. ما انت هتصاحب صحبة سيئة يقول لك انا شفت يا الفيلم الفلاني، اتفرجت على الفيلم الفلاني، هتبقى انت عندك حب استطلاع عايز تروح تتفرج على الفيلم ده. فالصحبة يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. سادس حاجة العب رياضة. الرياضة يا جماعة بتفرغ اي شهوة في الجسم، الرياضة بتقوي الجسم، الرياضة بتبعد عنك كل الطاقات السلبية اللي في جسمك. 7 حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال لك اللي انت تصوم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. يبقى صوم كتير، صوم 2 وخميس، صوم ال3 البيض، كل ده هيعينك اللي انت تقلل شهوتك عشان ما تتفرجش على المواقع ديت. الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه مهم جدا جدا. اعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، حافظ على صلاتك، غض بصرك، العب رياضه. اعرف ان ربنا عز وجل وانت بتشوف الحاجات دي بيبقى شايفك، كأن كده في كاميرات في الأوضة وانت بتشوف المنظر ده، ربنا مطلع عليك من فوق 7 سماوات وشايفك وانت بتعمل المعصية دي. ويا جماعة الذنوب الخلوات او المواقع اللي انت بتشوفها دي بتسبب لك الفقر، بتسبب لك ضيق الرزق، بتسبب لك تعب، بتسبب لك انشغال، بتلاقي مخنوق متضايق ذهنك تعبان. كل ده من ذنوب الخلوات، كل ده من مشاهدة الافلام الاباحية. يبقى اعمل الكلام اللي انا بقوله ده فعلا هبطلها. وطبعا واهم شرط طبعا انت تتوب بقى. خلاص انت كنت بتتفرج على الحاجات دي، يا رب انا اتوب لك. يعني ايه اتوب؟ يعني اندم على ما فعلت، لا اعود الى الذنب مرة اخرى، اقلع عن المعصية.
ربنا يتوب عليك، ربنا يتوب عليك. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا هيغفر لك ويتوب عليك، لكن ما تعملش كده تاني، ما تتفرجش على مواقع اباحيه. تاني حاجه تندم على هذا الذنب. تاني حاجه تندم على هذا الذنب. تالت حاجه تقلع عن هذا الذنب. الثلاث حاجات دول لو عملتهم باذن الله هتتوب. طب افرض يا شيخ انا مثلا جاهدت نفسي وعملت ده كله ووقعت تاني، توب تاني وجدد التوبه تاني، بس اصدق في التوبه، اصدق في التوبه. ربنا يبارك فيكم يا جماعه. يا ريت نشير الفيديو ده لعل حد يشوفه يبطل مشاهده الافلام، لان يا جماعه الموضوع بقى خطير جدا جدا. واهم حاجه يا جماعه، واهم حاجه، اوعى تمسك الموبايل وتقعد تقلب وخلاص. هتدخل على الموبايل اي موقع تعرف انت داخل على ايه او عايز ايه، لان لان اهم حاجه، اهم حاجه اللي بتوديك للموضوع ده هو ان انت تقعد تقلب على الموبايل ومش عارف انت داخل فين ولا رايح فين ولا بتجيب ايه. تدخل تتدمر، هتدخل على موبايلك لابك اي حاجه، عارف انا هدخل ايه واعمل ايه. يا ريت يا جماعه نشير الفيديو ده لان فيديو مهم، لعل واحد يكون متدمر بسبب المواقع دي يشوف الفيديو يتغير، يكون في ميزان حسناتك يوم القيامه. لان خلي بالكم يا جماعه المواقع او الكلام ده كله او ذنوب الخلوات لازم تعمل الخطوات ديت. ما ينفعش تقول يا رب انا تبت وتقع في اي خطوه من الخطوات ديت، لان الموضوع صعب والموضوع محتاج جهاد شديد جدا يا جماعه. جزاكم الله كل خير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.